حبيبي وعزيزي برج الميزان، حبايب قلب عم جوهر من زمان. نقول بقى توقعات ونصايح وتحذيرات الاسبوع التاني من شهر يوليو تموز، وبأمر الله يبقى اسبوع لوز اللوز. طبعا هنا من يوم 7 ليوم 14، يعني من الجمعة للجمعة. خلينا بس نقول يا ميزانيين، يلا انا عارف ان انتوا مضغوطين، خصوصا ان الفترة دي وارد تبقوا انتوا في بعض الضغوطات الحاسمة، مواقف حاسمة، حاجة تخص سمعتكم، مكانتكم، وضعكم، عملكم، نظرة الآخرين ليكم، محتاجين تثبتوا حسن الظن فيكم، سواء عاطفيا أو عمليا أو عائليا أو اجتماعيا، في أي حاجة في حياتكم، كل واحد حسب ظروف حياته. بس والنبي خلينا نقول إن الفرص ممكنة والأماني ممكنة، لا ده في مساعدات، ده في إيجابيات، ده في دعم ممكن تحصلوا عليه، والنبي في شوية حاجات تفرق معاكم كتير يا ميزان يا خطير. مهم بس انت وهو وهي تركزوا في الكلام اللي جاي وتشوفوا الفيديو بتاعكم للآخر. في الأول هقول لكم كل جزئية في حياتكم أخبارها ايه خلال الأسبوع، بعدين هنقول كل يوم من أيام الأسبوع توقعاته ونصيحته وتحذيراته عشان كله يعوض اللي فات، والله أعلم طبعا. طب نبدأ بقى بأهم جزئية وهي اللي عليها العين، إن نقول إن الزهرة في برج الأسد. يا سلام يا سلام ويحلى الكلام. الزهرة كوكب الحب والمال والجمال في برج الأسد، برج حليف ليكم وداعم ليكم، وإيه بيتكم ال11 بيت التحالف، التعاون، الآخرين اللي في حياتكم. تطلبوا مساعدة تلاقوها، يطلب منكم مساعدة تقدموها، تلاقوا في تعاون مع أطراف تانية، أصدقاء، زملاء، قرايب، أيا كان. تلاقوا ناس بتدعمكم، بتأيد موقفكم، بتدافع عن آرائكم، تلاقوا ناس بتقف جنبكم وانتوا محتاجين ده، محتاجين نصايح، محتاجين ارشادات، تحسوا بوجود الاخرين في حياتكم، عايزين حد تتسندوا عليه. هي دي الفتره اللي تظهر لكم علاقات جديده تغير اوضاعكم، توصلكم الامر انتوا عايزينه، او ترجعوا علاقات قديمه، تتواصلوا مع الاخرين بامر الله، تبقوا منتصرين. في نفس الوقت عطارد ريح الاسد من يوم 11، يعني فرصه لحل الخلافات مع الاخرين، للنقاش، للتفاوض، للاقناع، لتنظيم العلاقات، لتحسين الاوضاع بامر الله. العلاقات كلمه سر الفتره اللي جايه، عشان تواجهوا ايه بقى؟ تواجهوا ضغوط الشمس اللي في السرطان، اللي عامله معاكم السليمه. عامله السليمه ايه؟ ده عامله الغلط. بيتكم العاشر، فوارد تبقوا حاسين بضغوط تخص سمعتكم، مكانتكم، اللي بيدور على عمل، اللي بيغير عمل، اللي بيثبت نفسه في عمل، اللي عنده امتحان او اختبار او لقاء، اللي عنده امر حساس، اللي عنده امر مهم، اللي عنده مشاكل مع في وضعه في عمله. هنا بقى الضغوط دي كلها قادرين تنتصروا عليها، قادرين تخلصوها بمساعدة أطراف تانية. اللي يترقى، اللي ينجح، اللي يوصل اللي هو عايزه، اللي يحسن من شكله، اللي يحسن من مظهره، اللي يلاقي عمل جديد، اللي يدخل في علاقة جديدة، اللي يحافظ على النظرة الإيجابية ليه، وكل ده بمساعدة أطراف تانية بأمر الله. ففي ضغوط، في مواقف صعبة بتمروا بيها، هتعدوها بأمر الله بمساعدة أطراف تانية. خدوا بالكم إن المريخ رايح العذراء من يوم 10. هنا تكر يا عزيزي ويا عزيزتي، ده بتكون ال12، المتاعب، المصاعب، الأسرار، الأعداء، الكسل، الإهمال. فتكر جدا من أول يوم 10 إن وارد يظهر لكم أعداء، مؤامرات، حساد، تقابلوا مشكلات، تاخدوا قرارات وترجعوا تندموا عليها. يبقى نهدى في قراراتنا، ما نتسرعش، ما نتهورش عشان ما نتعورش، نحافظ على سمعتنا، نبعد عن الشبهات ونمشي على النظام والتعليمات عشان نعوض اللي فات. ما نسقش لنفسنا بقصد أو من غير قصد، ما فيش حاجة هتشفع لنا. لازم نبقى حريصين جدا خلال الأسبوع ده. ان شاء الله هتلاقوا اللي ينور لكم، اللي يقول لكم خدوا بالكم، اللي يساعدكم تحافظوا على وضعكم. فهنا العلاقات مش هقدر اقول لكم غير كده عشان تواجهوا بيها اعدائكم. المشتري بقى في برج الثور، فرص ماليه لاسترداد اموال او لسداد فلوس عليكم، او ان انتوا تنتصروا في حاجه قانونيه او حكوميه او قضائيه او اداريه، تخلصوا مشكله حكوميه او قانونيه. فرصه لاسترداد اموال، فرصه لنقاش وتفاوض مالي، حل خلاف مالي، دعم من اب، من ام، من اخ، من اخت، من زوج، من زوجه، من ابناء، من قرض، من جمعيه، من بنك، من عمل. المهم يجي قرشين، فرص كبيره لشراكه ماليه، لمكسب مالي من خلال برضه طرف تاني. العمل والصحة هم اللي مضغوطين بزيادة، ورجاء نركزوا فيهم قوي. المريخ هيبقى ضاغط من حتة في العذراء، وهو وجوده في العذراء العمل والصحة، وزحل متراجع في برج الحوت فبيضغط على العمل والصحة. فدول أكتر جزئيتين لازم تبقوا فيهم مركزين جدا جدا. وكمان واحدة جدا، مشاكلهم وضغوطاتهم رخمة. الأمور العاطفية فيها تغيير للأفضل للأسوأ، الله أعلم، بس وارد يبقى في تغيير كبير. كده قلنا كل جزئية، نيجي لكل يوم من الأيام بالتفصيل. يا ميزان يا جميل انت يا جميل. ونبدأ بالجمعة والسبت 7 و8 يوليو تموز والقمر في الحوت.
البداية فيها التزامات ومسؤوليات، كتر الضغوطات بتعمل إرهاق وإجهاد، يبقى لازم نوازن ما بين أعمالنا وما بين صحتنا. في ضغوط محتاجين نرتب أولوياتنا، ننظم أوقاتنا عشان نعوض اللي فاتنا، نلتزم بمواعيدنا. وارد الدنيا تتراكم عليكم، فانتوا شطارتكم تنجزوا أموركم أول بأول، بس يومين حتى لو انتوا أوف أجازة بس برضو ممكن تبقوا مضغوطين. هنيجي على الحد والاتنين 9 و10 يوليو تموز، القمر في الحمل، وخلي عندك أمل بتكون السابع، فرص لزواج، فرص لشراكة جديدة عملية أو عاطفية أو عائلية أو مالية أو أيا كان، فرص لحاجة فيها طرف تاني. الأزواج يناموا العيال بدري شوية، علاقة تؤدي لزواج، حاجة ليها علاقة بشراكة جديدة. كل الامور الجديده ممتازه. نيجي بقى للشراكات القديمه والازواج المتجوزين. حلوه الازواج المتجوزين دي. هنا خلي بالكم العلاقات الضعيفه او الازواج اللي علاقتهم فيها مشاكل اصلا، او شركاء العمل والمال اللي بينهم مشاكل، وارد الضغوط تزيد ويحصل خلافات، فنبعد عن العند والجدال عشان نبقى عال العال. هنيجي للثلاث والاربع 11 و12 يوليو تموز، والقمر في الثور، بيتكم الثامن، طاقه جنسيه، طاقه ان انتوا تستردوا فلوس ليكم او تسددوا فلوس عليكم، نقاشات ماليه، تفاوضات ماليه، بس وارد خلاف بسبب الفلوس اللي غيرت النفوس، شراكه ماليه جديده وارد واحتمال كبير. خميس جمعه سبت 13 14 15 يوليو تموز، القمر في الجوزاء وضرب نار للصباح الباكر، فرص لسفر، فرص لتغيير، فرص لقرار، فرص لبدايه، فرص لرد انتوا مستنيينه، مشوار بعيد بس يكون مفيد، اتصال يجيلكوا يحسن نفسيتكم او يجيلكوا خبر يسعدكم. يبقى من اجمل الايام اخر 3 ايام خميس جمعه سبت، وبامر الله الاسبوع يكون سعيد، ومن عم جوهر تستفيد، والله اعلم.